أنا ببدأ أنا وابنك بحجرة ورقة مقص، إذا كان هو الفائز سؤال، إذا كان أنا الفائز تحدي على طول. طيب يلا، حجرة ورقة مقص. خلاص حجرة ورقة مقص. المقص قص الورقة. يعني تحدي. طيب أنت مستعد للتحدي؟ مستعد. ركز معي. نعم. بجيب لك 12 قرطاس تمر. أين يا سامي؟ جيب لي التمر. بجيب لك 12 قرطاس بشرط انك تبيعهن الحبة ب300 ريال الحبة. اذا بعتهن ال12 خلال 10 دقائق انت فائز معنا بجائزة، وكمان الفلوس اللي بناخذها تكون يعني لحد محتاج. يعني الفلوس اللي بتبيع بها التمور هذه اللي بنوزعها على طول لا تكون لشخص محتاج. تمام. مستعد؟ مستعد. متابعينا الكرام، الآن امسك هذا التمور. 1 2 الآن الوقت بيبدأ. 1 2 3 ابدأ. والفلوس اللي بيشتريها لشخص محتاج، يعني اللي بيبيعها. كم تشتري منه؟ الحبة ب 300 ريال. الحبة ب 300 ريال. نعم عاصم. أين المصور؟ طيب أنا بدي طبعا الأخ صدام الحميري باعهن خلال 3 دقائق أكثر من 10 أكياس، الكيس الواحد ب300 ريال. وهذا الفلوس اللي باعها بتكون لشخص محتاج. أنا مثلا لفت نظري هذا الأخ، ايش اسمك؟ زبيد أحمد شوارب. زبيد أحمد شوارب. طيب أنا يعني هذا الفلوس اللي بعنا، يعني الشخص صدام احنا تحديناه تحدي وفاز بالتحدي انه باعهن خلال 3 دقائق، والفلوس اللي باعهن بتكون لك. جزاك خير. وهذا الفلوس وهذه 3000 ريال تصفيق يا شباب. تصفيق. أين الجائزة؟ أولادها. جائزة نقدية وجائزة عينية، يستاهل. تفضل تصفيق يا شباب. لا زلنا نقدم المسابقات والفعاليات، ولا زلنا مستمرين مع الراعي الرسمي للمسابقة الرفاه للتمور. معانا الأخ ايش اسمك؟ عبد الله حاتم. عبد الله حاتم. يا عبد الله حاتم، طيب فيه معانا تحدي وفيه معانا سؤال. أنا بخلي الجمهور يختار، ما بنقول حجرة ورقة مقص، وإنما الجمهور يختار. ايش رايكم نجيب له تحدي ولا سؤال؟ اللي يشتي تحدي يرفع يده، واللي يشتي سؤال يرفع يده. خلاص الجمهور اختار انه نجبر بخاطره بسؤال. طيب السؤال هو بسيط، انت بس ركز معي ان شاء الله. ركز معايا وجاوب صح، اكيد معايا بتربح ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب السؤال يقول: لماذا يعتبر التمر من افضل الاغذية بالافطار؟ يعني ليش مثلا التمر هو من افضل الاغذية بالافطار؟ نقول اني ايش ما نقول سنه ومن عهد الرسول. ايوه بس يعني حاول تقرب الاجابه. لماذا يعتبر التمر افضل من الاغذية في الافطار؟ يعني شوف مثلا انا بقرب لك. ساعدني. مثلا احنا في رمضان بنفقد
حاجات في جسمنا، لانه مثلا طول فتره رمضان احنا بنفقد ايش؟ السكريات ايوه السكريات. طيب آه. يعني انه يعيد توازن السكر في ايش؟ في الدم. ايوه الطاقة والدم. طبعا الاجابه صحيحه. والإجابة صحيحة لأن الجواب لأنه يعيد توازن السكر في الدم. وحصلنا على الإجابة من الأخ عبد الله حاتم. من الأخ عبد الله حاتم. وهذا الجائزة عبارة عن تمور مقدمة من الرفاه للتمور. زوروا الرفاه للتمور واعرفوا أمور وتستاهل يا أخ عبد الله. سلام.